ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. جايبه لكم فيديو جديد، يا رب يعجبكم. بس ما تنسونيش في اللايك وفي الشير للفيديو لو عجبكم، واشتركوا عندي في القناه وفعلوا زر الجرس على كلمه الكل علشان اول ما انزل فيديو يوصل لكم باشعار بيه يعني، ولو حابين يعني تتفرجوا عليه. النهارده بقى كده عندي طبعا شويه حاجات بقى كده هعملها عندي في المطبخ وكده. فطبعا بس اول حاجه وديت بقى البنات المدرسه، عملت لهم اللانش بوكس بتاعهم. تمام، ووديتهم بقى كده المدرسه. ورجعت بقى كده علشان اشوف بقى انا كنت هعمل ايه. انا بقى عندي كده في المطبخ زي ما انتم شايفين بقى كده كله تراب. قلت بقى كده اشيل المفارش ديت. انا كنت جايبه مفارش يعني بقى لها كتير، كنت موريها لكم في فيديو مشترياتي اللي هي بتاعه الديكورات المطبخ وكده. فقلت بقى بس كان يعني المطبخ عندي نضيف ساعتها، فعلشان كده ما غيرتهاش. فقلت بقى كده بالمره يعني لما الدنيا عندي تبقى متطربه وكده في المطبخ، فقلت فمره واحده يعني اعمل بقى المطبخ واشيل بقى الحاجه واحط المفارش يعني الجديده وكده. المهم بقى كده شلت المفارش بقى دي، بص يعني كلها كده تراب خالص. وكان بقى المطبخ عندي كده مكركب، وعندي المنظمات بقى بتاعه الخزين كانت فاضيه وكده. فطلعتها بقى كده ومسحتها يعني وغسلتها كده كويس ونشفتها، وفضيت بقى كده فيها كل المكرونات بقى والرز والحاجات ديت اللي كانت عندي يعني. وطبعا عملت بقى الضرفه ديت، يعني غسلتها بقى كده كويس. تمام، وابتديت بقى كده المفارش دي اللي انا بقول لكم عليها انا كنت جايباها. الرول ده كان بحوالي 20، كان بحوالي 20 جنيه. هو رول كده كبير وعمل معايا يعني حاجات كتير. قصيته بقى هو اللي بيتلزق يعني، هو اللي هو بيتشال، بيبقى بيتشال منه كده الطبقه اللي من تحت، وانت بتقصقصيه يعني على قد الحته اللي انت عايزاها وكده. فانا خفت ان انا يعني اشيل اللزقه اللي تحت ديت علشان خاطر ما يلزقش معايا بقى خالص كده في الرخامه، او في قصدي في المطبخ في الضرفه يعني. لان احنا عارفين لما بنيجي نشيله بيبقى بيتشال بصعوبه بعد كده، وبيبقى رخم قوي بصراحه. فقلت بقى ايه، انا هلزقه كده بلزق بسيط خفيف اللي هو اللزق الشفاف. هلزقه كده وزي ما هو يعني، مش هشيل الطبقه اللي من تحت. وابتديت بقى كده ارص الحاجه اللي عندي. وكمان كنت المشتريات اللي انا كنت جايباها الكيكات من ماي واي. برضو من ساعه ما جبتها وانا سايباها كده عندي في الاكياس بتاعتها كده. فقلت بقى فرصه ان انا افضلها بقى مكان عندي كده في الضرفه واحطها، ارصها بقى كده في المطبخ يعني. المهم بقى كده رصيت المنظمات، ورصيت بقى كده كل الحاجات بتاعه التوابل اللي هي البرطمانات ديت، حاطه فيها الدقيق والحاجات دي اللي هو البقسماط والنشا وكده، عشان بيبقى استخدام يعني ليهم كتير. فبحطهم كده قدامي. وحطيت بقى الكيكات كده، ابتديت بقى ارصهم كده عندي في الضرفه. احطهم برضو كده علشان لما اجي استخدمهم يعني. رصيتهم بقى كده جنب بعض كده على طول، علشان برضو ما ياخدوش يعني معايا مساحه في الضرفه وكده. هخلصهم بقى كده احطهم كلهم واشوف بقى بعد كده هرص بقى ايه. كمان عندي اللي هو صوص الشوكولاته ده، برضو بحطها كده علشان برضو بستخدمه ده كده على طول. مش بحب يعني، مش بحب احطه في التلاجة، بحطه كده دايما جنبي كده في المطبخ، هو الصوص الكراميل. بس كان عندي يعني خلصان عندي بتاع اللي هو الشوكولاته، صوص الشوكولاته ده بس. المهم بقى كده الظرف خلاص خلصتها. هخلص بقى كده اشوف برضو هخلص بقيه الظرف بقى برضو بتاعه المطبخ. انا كنت النهارده يعني عامله حسابي ان انا هعمل ظرفه يعني الظرف كلها بتاعه المطبخ. تمام. عملت بقى كده برضو، فضيت اللي هي الظرفتين دولت عندي برضو اللي بحط فيهم الصواني بقى والحلل وكده. برضو قصيت المفرش او اللي هو عامل زي الكرتون كده او الورقه كده يعني. بس بقى لقيته ان هو لما كنت حاطاه فوق في الضرفه اللي بتاعه الخزين، حسيت ان هو يعني الورقه قابه كده لفوق. فقلت بقى انا يعني هغامر وهشيل الورقه اللي من تحت والزقه كده واشوف لما اجي اشيله ايه اللي هيحصل. المهم بقى كده شلت الورقه اللي تحت اللي بقول لكم عليها البيضه ديت، ولزقته بقى كده كله على الضرفه يعني. هو ممكن يعني ان شاء الله عشان دوت الموتيل فما يلزقش كده معايا، يتشال يعني معايا بسهوله. المهم بقى كده خلاص، ورصيت بقى كده كل الحاجات برضو اللي انا بستخدمها. انا مش بحط يعني حاجات كتير علشان خاطر ما تبقاش زحمه كده، بحط الحاجات اللي انا بستخدمها بس. وعملت برضو كمان ضرفتين اللي هما التانيين دولت بحط فيهم بلاستيكات والخلاط وكده. بس انا عندي بقى فيهم ضرفه اللي فيها زي سور كده من الجنب، فالمفرش كان حاسس يعني هتلاقوه ان هو قابب كده، علشان خاطر هو في اصلا يعني القطعه بتاعت الالموتيل نفسها فيها كده زي سور من جنب. المهم بقى كده خلاص خلصتها، وحطيت برضو البلاستيكات رصيتها مكانها وكده، ورجعت كل حاجه مكانها والخلاط كمان.
عملت برضو الضرفتين اللي انا كنت عاملاهم اللي انا قلت لكم عليها الاول، غيرت بقى كده من شكلها. لاني طبعا نزلت الحاجه دي تاني وحطيت فيها، عدلت يعني الورق دوت، شلت اللزقه بتاعته كده ورصيت بقى الحاجات من اول وجديد. حسيت ان الرصه دي يعني احلى. كده بقى خلصت المطبخ. هعمل بقى كمان التلاجة برضو عندي متبهدله، بقالي يعني فتره ما عملتهاش، فقلت بقى كده انضفها بقى كده واعقمها. يعني انا بعد دايما بشيل بقى كده كل الارفف بتاعتها ديت، بس عندي فيه رف مش بيتشال، فمش يعني مش بعرف اخلعه، مش هو ثابت كده ما بعرفش اشيله. فبشيل بقى كده كل الحاجات الباقيه، بغسلها كده كويس، وبغسل بقى كده كل التلاجة بالصابون والميه. بكون عامله كده في بخاخ يعني صابون وميه وكمان خل، وبغسل بقى كده كويس وبعقمها يعني كويس قبل ما ابتدي ان انا ارص بقى الحاجه عندي. انا بقى عندي المفارش برضو دي كنت جايباها، قلت بقى كده تغيير يعني، بلاش المفارش التانية اللي انا كنت بحطها اللي هما البلاستيك يعني. فقلت بقى اجرب المفارش دي، هي عامله كده زي الفايبر كده، بس حلو قوي. عملت معايا كده التلاجة كلها، بس في رف في الفريزر بس هي اللي اتبقى منه يعني ما كفتش يعني، الرول كله كان خلص. المهم بقى كده رصيت كده كل حاجه عندي في التلاجة والفريزر. بحب احط ان انا يعني حاجات بسيطه، اللي هي الحاجات التوم، النسكافيه، الحاجات البسيطه دي، وكل حاجه بحطها في علبه. القشطه حطها في علبه، النسكافيه في علبه، كل حاجه كده بحطها في علب. والرف اللي فوق بسيبه للعيش يعني، علشان خاطر يبقى العيش بس كده من فوق. بس مش بحط يعني في التلاجة اللحوم او الفراخ وكده، مش بحب احطها، بحط بس الحاجات اللي انا بسيطه اللي انا بستخدمها. وكمان بقى التلاجة رصيت المنظمات، وعندي برضو كل منظم، حتى منظم ليه للاعشاب والحاجات دي، ومنظم تاني للتوابل، والمنظم التالت ده عندي بتاع حاطه فيه يعني العلاج وكده. وكمان درج التلاجة انا مخصصاه عندي للحاجات اللي هي بتاعت التورت والكيكات وكده، الحلويات اللي انا برضو بستخدمها، فعامله الدرج للحاجات دي بس. وبس كمان ده الباب عندي بتاع التلاجة، حتى برضو فيه الحاجات اللي كانت عندي الباقيه، اللبن والكاتشب وكده، وكمان البرطمانات اللي هي المايونيز والحاجات دي برضو بحط لها كده رف لوحدها. المهم بقى اللي انا نضفتها يعني التلاجة كده تنظيفه حلوه، علشان لما اجيب بقى المشتريات عندي بتاعت اول الشهر تكون بقى التلاجة عندي نظيفه، وابتدي ان انا ارص بقى الحاجه بتاعتي على نظافه بس. وغسلت كمان عندي السجاد برضو، كان فيه يعني كذا سجاده كده عندي مش نضاف، بتاعت الاطفال والطرقه، وكمان المطبخ غسلتهم برضو كده على طول. وقلت بقى كده اعمل كيكه، اللي هي اللي انا جايباهم يعني من ماي واي دولت. هعمل كده كيكه البرتقال. جبتها بقى كده، هي بيبقى الطريقه مكتوبه من ورا. حطيت بقى كده ايه، نص كوبايه من اللبن، وحطيت كمان حوالي 5 معالق من الزبده، تكون كده زبده طريه. انا بقى وانا بعمل التلاجة فطلعت الزبده، انا برضو ببقى حطاها عندي في الفريزر في العلبه لما بحب يعني ان انا استخدم منها. بطلع كام مكعب مقطعاهم كده مكعبات واحطهم في العلبه، بطلع المكعبات بتاعتي اللي انا عايزاها وبسيبها بقى تفك وبستخدمها، يعني مش بحطها في التلاجة من تحت. المهم بقى حطيت كده نص كوبايه من اللبن، وحطيت 5 معالق من الزبده، وكمان العبوه بتاعت الكيك. وابتديت بقى كده بالعجان، اشغل العجان بس ما كانش عايز يشتغل معايا، ولقيته اشتغل كده مره واحده وطير مش كل دي يعني، طير حاجات كده بسيطه. فقلت بس كده مسحها اول باول كده، مسحها على طول قبل يعني ما ابتدي ان انا اكمل بقى الكيكه بتاعتي دي. يعني دايما كده على طول اول باول امسح اي حاجه، علشان لما اخلص ما الاقيش ان المطبخ عندي متبهدل وكده. المهم بقى كده ابتديت ان انا اضرب بقى المكونات دي كده على سرعه بسيطه الاول، وبعد كده هبتدي ان انا اعلي بقى عليهم السرعه. ممكن يعني تتعمل بمضرب الكهربائي العادي او كمان على الايد، مفيش مشكله. المهم بس ان الزبده تتضرب كده كويس. ضربتهم بقى كده المكونات مع بعضها، عليت بقى كده السرعه عليهم علشان الزبده بقى تفك كده. تمام. وطبعا مشغله بقى الفرن على درجه حراره 180، علشان الكيكه اول ما اخلصها ادخلها على طول. طبعا ما حطيناش بقى ولا بيكنج باودر ولا فانيليا ولا اي حاجه، علشان خاطر هي العبوه او الكيكه دي جاهزه فيها يعني كل حاجه وكده، ما حطيتش اي حاجه، هي بس الزبده واللبن. ومسخنه الفرن على درجه حراره يعني 170 او 180 حسب الفرن يعني بتاعك. هي الكيكات عامه بتبقى 170 180، ما تبقاش اكتر من كده علشان ما تتحرقش يعني منك. وكمان ما بتبقاش برضو على درجه اهدى من 170، علشان خاطر ما يعني الكيكه اما تدخل ما تنشفش يعني معاكي، تقعد وقت طويل وتنشف معاكي كده في الفرن. فهي 170 180 دي درجه كويسه قوي لتسويه الكيك.
ضربتهم بقى كده كويس عندي بقى في العجان، وهاخد بقى كده الخليط. وهجيب بقى كده الصينيه هدهنها يعني حطيت كده فيها حوالي نقطتين كده 3 من الزيت، وهدهنها كده بالفرشه كويس. وهبتدي بقى كده انزل عندي الخليط بقى بتاع الكيك في الصينيه دي. اي صينيه اي شكل يعني عندك، او حتى الصواني اللي هي المدوره العاديه مفيش يعني مشكله. هبتدي بقى كده انزل الخليط عندي. بس حسيت بقى ان الزبده، علشان احنا طبعا في الشتاء يعني كده، فالزبده كانت لسه ماسكه، فبرضو ايه اديتها كده تقلبتين كده شويه كمان. وبعد كده بقى ابتدي ان انا اضيفهم عندي في الصينيه. يعني حاجه كده سهله وسريعه، وكمان يعني الكيكه الجاهزه دي مش بتاخد وقت معاكي خالص، ان انت بتقلبي بس المكونات كده على بعضها وبتدخليها الفرن. وفعلا طعمها تحفه جدا. ريحه البرتقال اصلا وانا بعملها لسه قبل ما ادخلها الفرن كانت ريحه البرتقال كانت جميله، وانا لسه بقلبها كده. يعني ريحه البرتقال فيها قويه جدا، كانك عصره برتقال وحطاه يعني على الكيكه. فعلا ريحتها حلوه قوي، وكمان طعمها جميل. بس يعني بمسك الصينيه كده واخبطها شويه كده على الرخامه، علشان اطلع يعني كده اي هوا فيها او اي حاجه. وهبتدي بقى كده امسح الزيادات اللي فوق علشان ما تتحرقش يعني كده مني يعني في الفرن. وادخلها بقى الفرن بتقعد حوالي 40 دقيقه او 45 دقيقه. اختبرها بقى كده بالخله او بالعصايه بتاعه الشيش طاووق، تطلع معايا نظيفه، يبقى كده هي تمام استوت. وده بقى كده شكلها. فعلا ريحتها كانت قلب المطبخ عندي، ريحه برتقال فعلا جامده قوي، وكمان طعمها حلو. هسلكها بقى كده واسيبها تبرد شويه، وبعد كده هقلبها بقى في عندي في طبق التقديم. هوريكم بقى اللفت اللي انا كنت عاملاه يعني في الروتين اللي فات. كنت عامله اللفت مخللاه واستوى كده بقى معايا. بس هو يعني هو استوى طبعا من بقاله كام يوم. حتى كلنا منه زي ما انتم شايفين كده، كلنا من البرطمان او العلب كده كتير. بس انا كنت مصوراه مستنيه يعني ما اصور روتين، فهنزله لكم واوريه لكم. وده كان روتيني النهارده، يا رب يكون عجبكم.